السلام عليكم ورحمة الله متابعين ومشاهدين قناة أبو ريان. قبل البدء فضلا وليس أمرا، الصلاة على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والمتابعة والاشتراك في القناة. عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي، لقب بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، واشتهر بالعدل والحزم في قيادته. كان له دور بارز في بناء الدولة الإسلامية وتوسيع رقعتها، حيث جعل الإسلام قوة عظمى في وقت قياسي. في هذا المقال سنتناول نشأة عمر بن الخطاب، حياته قبل الإسلام وبعده، المعارك التي خاضها، وفاته، وأهم القصص والعبر التاريخية التي ارتبطت به، وكذلك أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه. النشأة والحياة قبل الإسلام. ولد عمر بن الخطاب في مكة المكرمة في عام 584 للميلاد، أي 13 عاما قبل الهجرة النبوية، ونشأ في بيئة قرشية أصيلة تنتمي إلى بني عدي، إحدى قبائل قريش ذات المكانة. كان والده الخطاب بن نفيل من أعيان قريش، وكانت والدته حنتمة بنت هاشم بن المغيرة من بني مخزوم، وهو فرع من فروع قريش ذات الشأن. عاش عمر بن الخطاب في مجتمع جاهلي تتسوده القبلية والعادات الجاهلية الصارمة، وكبر على ما كان عليه أهل مكة من تعظيم الأصنام وعبادتها، وممارسة التجارة ورحلاتها إلى الشام واليمن التي أكسبته معرفة بالشعوب المجاورة، وتعرف من خلالها على ثقافات مختلفة، الأمر الذي ساهم في تشكيل فكره واستعداده لتقبل التغييرات الكبرى. كان عمر رضي الله عنه معروفا بقوته الجسدية، وكان طويل القامة شديد المراس حازم الطبع، ولعله كان في شبابه يمارس صنعة القتال والتدريب على فنون الحرب، مما جعله يكتسب مكانة مرموقة بين قومه، حيث قال فيه أحد الشعراء: لو أن جبلا شجاعا كان يمشي على الأرض لكان عمر بن الخطاب. الحياة قبل الإسلام ومعارضته للدعوة الإسلامية قبل إسلامه. كان عمر من أشد معارضي الدعوة الإسلامية، حيث رأى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تهديداً لأصنام قريش ونظامها الاجتماعي والتجاري القائم. اشتد عمر في عداوته للإسلام، ولم يكن يتورع عن إلحاق الأذى بالمسلمين الضعفاء، وكان موقفه من الدعوة يتسم بالعنف والشدة، إذ إنه كان يرى في الدين الجديد خطراً على النظام القبلي القرشي. من شدة عدائه قرر في إحدى الأيام قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه إلى بيته لتنفيذ هذا الأمر، ولكن القدر شاء أن يغير مسار حياته، فقد التقاه أحد أقربائه وقال له: أتقتل محمداً؟ وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إن قتلته؟ فأجابه عمر: أتركني من هذا وأخبرني عن القوم الذين صبأوا. فقال له: لقد أسلمت أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد. عندها اشتد غضب عمر، وتوجه مسرعا إلى بيت أخته. عندما دخل وجدتها تتلو آيات من القرآن الكريم، فحدثت مشادة بينهما، فضربها على وجهها، فسقطت صحيفة القرآن من يداها. عندها لانت نفسه وطلب منها أن تعطيه الصحيفة ليقرأ ما فيها، فقالت له: إنك نجس ولا يمس هذا الكتاب إلا الطاهرون، اغتسل ثم اقرأ. ففعل، ثم قرأ الآيات من سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. عندما قرأ هذه الآيات انشرح صدره وذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ليعلن إسلامه. الإسلام وتحول عمر. كان إسلام عمر رضي الله عنه نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فقد أضاف إلى صفوف المسلمين قوة ومنعة، وبذلك خرج المسلمون من الضعف إلى القوة ومن الخوف إلى الأمان. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب،
وكان الأحب إلى الله عمر. بعد إسلامه أصبح عمر جنديا في صفوف الإسلام، فكان يدافع عن الحق ويناصر الدعوة بكل ما أوتي من قوة وعزيمة. كان إسلامه يعد فاتحة لخروج المسلمين إلى العلانية في عبادتهم، حيث خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صفين إلى الكعبة المشرفة، وأقاموا صلاتهم فيها جهرا لأول مرة. دور عمر في زمن الرسول خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عمر من أقرب الصحابة إليه، وكان النبي يستشيره في الكثير من الأمور ويأخذ برأيه في بعض الأحيان. كان لعمر مواقف عظيمة في غزوات المسلمين، فقد شارك في جميع الغزوات، وكان له دور بارز في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغيرها. من المواقف المشهورة موقفه في غزوة بدر حينما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم قتل أسار المشركين من قريش، لكن النبي قرر قبول الفداء. وفي حادثة صلح الحديبية اعترض على الشروط، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني عبد الله ورسوله، ولن يضيعني الله أبدا. الخلافة بعد وفاة أبي بكر. بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تولى عمر بن الخطاب الخلافة في السنة 13 من الهجرة، أي بعد وفاة النبي بسنوات قليلة، وكان ذلك بناء على وصية أبي بكر الصديق الذي اختاره لقيادة الأمة بعده. كانت هذه الفترة من أشد الفترات حساسية في تاريخ المسلمين، حيث كانت الدولة الإسلامية تتوسع بسرعة، وكانت بحاجة إلى قيادة قوية حازمة تستطيع تنظيم شؤونها الداخلية والخارجية. استمرت خلافة عمر بن الخطاب 10 سنوات، وكانت حافلة بالإنجازات العظيمة. إنجازات عمر بن الخطاب كخليفة خلال خلافته: حقق عمر بن الخطاب العديد من الإنجازات المهمة، نذكر منها: 1. التوسع العسكري. شهدت خلافة عمر العديد من الفتوحات الإسلامية الكبرى، مثل فتح بلاد الشام والعراق وفارس ومصر. كانت معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون على الفرس من أبرز المعارك، كما كانت معركة اليرموك التي انتهت بسيطرة المسلمين على الشام، إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي. 2. التنظيم الإداري. أنشأ عمر بن الخطاب نظام الدواوين، وهو ما يعتبر من أوائل النظم الإدارية في الإسلام. أنشأ ديوان الجند وديوان العطاء، ووضع نظاما لمراقبة الولاة والعمال على الولايات، كما أسس بيت المال، وكان حريصا على أن يعطى كل ذي حق حقه. 3. العدل والرعاية. كان عمر بن الخطاب مثالا للعدل والإنصاف، فقد كان يتفقد أحوال المسلمين بنفسه، ويقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لكنت مسؤولا عنها أمام الله، لماذا لم أسو لها الطريق؟ كان ينام قليلا ويقول: لو نمت ليلها لضيعت نفسي، ولو نمت نهارها لضيعت رعيتي. 4. التقويم الهجري. كان عمر رضي الله عنه أول من اعتمد التقويم الهجري، واتخذ من الهجرة النبوية بداية له، وكان ذلك بناء على اقتراح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لتنظيم تواريخ المراسلات والأحداث. الألقاب والشهادات النبوية. لقب عمر بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، ويقال إن هذا اللقب أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كان النبي يقدر عمر ويقول عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وكان يقول: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. قصص وعبر من حياة عمر بن الخطاب. حياة عمر بن الخطاب زاخرة بالقصص والعبر التي تعبر عن عدله وحكمته، نذكر منها: 1. قصة المرأة التي حاججته. كان عمر يوما يخطب في الناس وقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كان في ذلك خيرا أو كرامة لكان أولى الناس به رسول الله. أصابت امرأة وأخطأ عمر. قصة العباءة والتبرعات. عندما جاء المسلمون بمال كثير من الفتوحات،
رفض أن يأخذ منه شيئا وقال: كيف آخذ وأنا المؤتمن عليه؟ ما زلت مسؤولا عن كل درهم، وأتمنى أن ألقى الله ولا حساب علي. ثالثا، قصة العجوز والبكاء. في إحدى لياليه كان يتفقد أحوال المسلمين، فسمع صوت بكاء في بيت من بيوت المدينة، فذهب إلى البيت وطرق الباب، فخرجت له امرأة تخبره بأن أطفالها يبكون جوعا، فقال لها: لماذا لم تطلب المساعدة؟ فأجابته: أين كان عمرو عندما احتجته؟ فعاد إلى بيت المال وأخذ كيسا من الدقيق وحمله بنفسه إلى المرأة وقال: لقد أخطأ عمرو، ولن يغفر الله له حتى يغفر له الأطفال. وفاة عمر بن الخطاب: توفي عمرو بن الخطاب في السنة 23 من الهجرة، بعد أن تعرض للطعن من قبل أبي لؤلؤة المجوسي أثناء تأديته لصلاة الفجر في المسجد النبوي. عاش 3 أيام بعد الطعن وهو يوصي المسلمين بأمور دينهم ودنياهم، وأوصى أن لا يعين خليفة بعده، بل يترك الأمر شورى بين الصحابة. تم دفنه بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في الحجرة النبوية. الخاتمة: عمرو بن الخطاب الفاروق، يجسد نموذجاً للقيادة العادلة والشجاعة التي أثرت في تاريخ الإسلام والعالم. ترك إرثاً خالداً للأمة، وكانت سيرته حافلة بالدروس والعبر التي تلهم الأجيال. كلما ذكرت العدالة والإصلاح والقوة في الإسلام كان اسم عمر حاضراً، ولا عجب في ذلك، فقد كان بحق ملهماً للمسلمين والمصلحين في كل العصور.